بيحكي وبيقول كنت بكشف على مراتي في يوم عند دكتور عظام علشان كانت واقعه على رجلها. كنا قاعدين في العياده وكل واحد مشغول بحاجه، اللي ماسك الموبايل واللي قاعد بيتكلم مع اللي جنبه واللي واقف بيشرب سيجاره في البلكونه. خنقه الدنيا كلها باينه في وجوه الكل. حسيت بملل فجاه، ساد الصمت، كله قاعد سرحان وساكت لحد ما جه اذان العشاء. الكل ردد الاذان وخلاص. ولما رددنا ورا الامام لقينا طفل عنده حوالي 7-8 سنين كده بيشمر هدومه بيقول لامه اتوضى فين. خدته من ايده وراحت معاه، وبعدين لما رجعوا وقف فجاه وبص لنا وقال لنا هو انتوا هتفضلوا قاعدين؟ هو محدش هيصلي ولا ايه؟ ضحكنا على كلامه وسكتنا. ساب ايد مامته بزعل ومشي. اتوضى ورجع وشه زي البدر، وبعدين قعد يدور على حاجه يصلي عليها. السكرتيره دخلت وجابت له مصليه. الولد وقف على المصليه وقال هو انا هصلي لوحدي؟ فضلنا ساكتين. فرد وقال ببراءه الاطفال الجميله هو مش ربنا اللي بنصلي عشانه ده هو اللي بيشفينا، وانتوا جايين هنا عشان يشفيكم؟ طب هيشفي حد فيكم ازاي وهو لا بيشكره ولا بيحمده ولا بيتحامى بفضله؟ الناس عيونها اتاثرت قوي. كمل كلامه وقال عموما كل واحد حر في حسناته. ولسه هيكبر ويبدا في الصلاه قمت وقفت وقلت له استناني انا هصلي معاك. ولسه داخل عشان اتوضى لقيت النساء والرجال وقفوا هما كمان. الرجاله دخلت اتوضت الاول وبعدين النساء، والنساء وقفت شويه وبعدين السكرتيره دخلتهم اوضه فاضيه يصلوا فيها، واحنا وقفنا ولسه هنصلي لقينا الدكتور طالع بيقول هو ما حدش دخل لي ليه؟ هي فين السكرتيره؟ وقفت وحكت له الموقف. وقف مصدوم شويه وبعدين مسح على شعر الطفل كده بفخر وقال له عيونه مليانه فرحه طب استنوني يعني هي جت عليا. صلينا وقعدنا استغفرنا شويه وبعدين اتفاجئنا ان الدكتور ما خدش فلوس من حد خالص، وقرر يخلي باقي الكشوفات مجاني ووهب الحسنات للطفل ده. الطفل وقفت وايدها فضلت تترعش وتقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. واتصلت بجوزها المغترب وبتحكي له الموقف. والله من ضحكه وفرحته كنا تقريبا سامعين وحاسين بفرحه من التليفون. وهنا بس اقدر اقول ان الذريه الصالحه هي العصب اللي بيربط قلوب الناس ببعض. انت مش مجبر تخلف، بس لو خلفت انت مجبر تربي.